السلام عليكم الزلفلاون، واش راكم البنات؟ ان شاء الله راكم بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم حابه نشارككم بهذه الوصفه كرعين تاع البقري او بوزلوف تاع البقري باسهل طريقه على طريقتي الخاصه انا. على بالي بلي ما كانش دار لي ما يطيبوش كرعين تاع البقري، ولكن حابه نشارككم بهذه الوصفه نتاعي. كما راكم تشوفوا راهي تفتت واحد البنه رائعه جدا. في الكوكوط رايحه ندير زوج مغارف كبار تاع الزيت مع اطراف تاع البوزلوف تاعي بعد ما نظفته كامل وغسلته. رايحه نديرهم داخل. رايحه نضيف بصله مقطعه هكا شرائح طوال، حفنه تاع الحمص، حبه تاع طوماطيش مسكرفجه، فلفل حار. انا هنا درت الخضر مع اليابس، سنينه تاع ثوم مع حبه تاع زروديه، والملح على حسب الذوق، فلفل اسود مع الكمون والكرويه مع فلفل عكري وعود تاع القرفه. ونخليهم يتقلاو حوالي 3 دقائق حتى 4 دقائق حتى وين يذبل كامل هذاك البصل تاعنا. وريحه نمرق بالماء حتى وين يتغطى كامل هذاك الكرعين تاعنا، ونغلق عليها ونخليه يطيب 45 دقيقه. بعد ما فاتت 45 دقيقة كيما راكم تشوفوا راه بوزلوف تاعنا راهو جاهز، راه يتفتت وحده كي الزبدة. والبنة ما عندي ما نقولكم عليها، انا نموت عليه. فوالا هذه هي وصفة تاعنا تاع اليوم، نتمنى تعجبكم، تجربوها، والى الحصة المقبلة ان شاء الله. مع السلامة.